اهلا بيكم شباب، فيديو جديد. يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جاي اكلمك عن بعض البدائل اللي ممكن تستخدمها بديلا عن ادوات ذكاء اصطناعي انت بالفعل ممكن تكون بتستخدمها حاليا بس بتدفع فيها مقابل مادي. فبالتالي البدائل دي هتدي لك نفس الاداء، لكن الفرق ان هي مجانيه بالكامل. طبعا قبل ما تبتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وتفعل زر الجرس، وطبعا تنزل في الاخر تقولي رايك في الكومنتس. ودي نقطه ما تطنشهاش لان النقطه دي بتخليني انزل فيديوهات اكتر. فيلا بينا بدون رغي كتير نبتدي بقى الفيديو بتاعنا. طبعا اكيد انت سمعت عن جيت هاب كوبايلوت، وجيت هاب كوبايلوت بالفعل ده اكستنشن ممكن استخدمه عشان يساعدني في كتابه الكود، وحرفيا بدون رغي كتير هي اكستنشن تستاهل ان انت تدفع فيها فلوس شهريا عشان تبتدي وتستخدمها، لان هي بتعلي الانتاجيه بتاعتك بشكل ملحوظ. يعني انا حرفيا ما عنديش مشكله خالص ادفع في الاكستنشن دي $10 شهريا مقابل الزياده اللي حصلت في الانتاجيه بتاعتي، ما عنديش مشكله خالص. لكن طبعا مع الوقت لاحظت ان في اكستنشن تانية بتديني نفس الاداء اللي جيت هاب كوبايلوت بيديهولي، لكن الفرق ان هي مجاني بالكامل. فبالتالي بالفعل بدات استخدم الاكستنشن دي، وبعد فتره من الاستخدام لاحظت ان الاكستنشن دي صراحه رائعه وبتديني كل حاجه جيت هاب كوبايلوت بالفعل بيديها لي، لكن الفرق ان هي مجانيه بالكامل. فمبدئيا كده تعال نبص على الاكستنشن دي. ممكن نروح على الاكستنشنز هنا كده، وعايزك تعمل سيرش على حاجه اسمها كوديوم، زي مثلا كلمه ميديوم كده بس كوديوم. لو كتبت كوديوم هنا هتطلع لك في اول واحده زي ما انت شايف. والاكستنشن دي ممكن تبتدي تعملها انستول على طول. على الاغلب ممكن لو عملت انستول بيقولك ان انت محتاج تعمل ريجستر، بتروح تريجستر عادي جدا على الويب سايت بتاعتهم بدون اي مشاكل، وبعد كده تبتدي وتستخدمها. طبعا الاكستنشن دي ممتازه، يعني بتديني نفس الاداء اللي بتديهولي جيت هاب كوبايلوت. صراحه ما لقيتش فرق، يعني انا استخدمت جيت هاب كوبايلوت لفتره كبيره من الوقت فمش حاسس بفرق خالص. يعني ما حسيتش بوجود فرق ملحوظ ما بينها وما بين جيت هاب كوبايلوت اللي كنت بستخدمها بالفعل. يعني مثلا دلوقتي تعالى كده نجرب نستخدمها. لو رحت كده على اي مكان عندي في الكود بتاعي وكده جربت اكتب اي حاجه، فهتلاقيه بيبتدي يديني سجشنز للحاجات اللي انا ممكن اكتبها. طبعا ممكن يكتب لك كود بالكامل اساسا، وطبعا الكود ده بيعتمد على كود انت كاتبه بالفعل. زي ما انت شايف هنا التايتل مكتوب ريسبونسيف داشبورد، لان انا عندي الويدجت اللي هنا اسمها ريسبونسيف داشبورد، فبالتالي هو بياخد الكلام ده في عين الاعتبار وبيرشح لك على على اساسه. فطبعا ممتازه بصراحه، وارشح لك جدا ان انت تبتدي وتستخدمها، وهتوفر لك الفلوس اللي انت ممكن تكون بتدفعها في جيت هاب كوبايلوت. دلوقتي بقى تعالى نتكلم على الاكستنشن الثانيه، والاكستنشن دي صراحه مفضله بالنسبه لي. يعني انا بعتبرها من افضل الاكستنشنز اللي انا بستخدمها، والسبب في كده بسيط، ان هي بتحل لي مشكله انا بعاني منها. دلوقتي فلنفترض لو انا رحت مثلا على الكود ده وعملت بعض التعديلات هنا، زي مثلا مسحت الدرور ده، مسحت الباك جراوند كولر، فخلاص عملت التعديلات وشايف ان التعديلات كده زي الفل. فالمفروض ان انا بروح على الفيرجن كنترول بتاعتي وابتدي اكتب مسج معبره واعمل سيف للشكل الحالي للبروجكت. المهم ان انا المفروض في المكان ده ببتدي واكتب مسج معبره عن التعديلات اللي انا عملتها. زي مثلا انا عملت ريموف للباك جراوند كولر، وبرضه انا عملت ريموف للداشبورد تقريبا بالمنظر ده. فطبعا مسج سهله ومعبره، ولو لاحظت الدنيا بسيطه لحد كده. لكن طبعا ده لان التعديلات اللي انا عملتها في المكان ده هي تعديلات واضحه. في بعض الاوقات بعمل تعديلات انا مش عارف المسج اللي هكتبها في المكان ده هتكون ايه. يعني الحاجه اللي انا عملتها حاجه بسيطه جدا مثلا مش محتاجه مسج، او مثلا حاجات كده مختلفه شويه، فالمفروض المسج تكون معبره اكتر وانا مش عارف الاقي مسج معبره. يعني بيبقى في اسباب كتير. المهم ان انا دايما بلاقي ان انا باخد وقت كتير مش قليل على فكره في ان انا افكر في مسج معبره في المكان ده، لان انا بحب اكتب مسجز تكون معبره فعلا عشان لما ارجع للكود بتاعي بعد كده اعرف من خلال المسج انا عملت ايه بالظبط في الجزئيه دي. فطبعا الموضوع ده كان مزعج جدا بالنسبه لي وبيستهلك وقت وانا بتخنق منه، لحد لما لقيت الاكستنشن الرائعه اللي ممكن استخدمها بالفعل في اداء حاجه زي كده. يعني لو جربت اعمل ستيج للكود ده مثلا ورحت ضغطت على البوتن الموجود هنا، هقول لك هو جه منين، بس تعالى نضغط عليه دلوقتي. فهو تلقائيا هيبتدي يجنريت حرفيا زي ما انت شايف كوميت مسج معبره عن التعديلات اللي انا عملتها في المكان ده. يعني هو بيقول لك ان انا عملت ريفاكتور للداشبورد فيو دارت لاي اوت لوجيك، يعني عملت هنا تعديلات في اللاي اوت بتاع الداشبورد فيو، كلام مظبوط. وبعد كده بيقول ان انت مسحت كود ريليتد للدرور وبرده للباك جراوند كولر اللي جوه الداشبورد فيو. وبعد كده كمان بيقول لك السبب بتاع التعديلات دي. تعالى كده اقول لك الكومنت مسج بتبقى متقسمه لايه. رقم 1 التايتل، بيدي لك تايتل كده عام للتعديلات اللي انت عملتها. رقم 2 التعديلات بالتفصيل. رقم 3 سبب التعديلات. طبعا السبب ده ما بيكونش دقيق في معظم الاوقات، لان هو بيخمن انت عملت التعديلات دي ليه، لكن طبعا على الاغلب دي حاجه في دماغك، ممكن تكون متطلبات كلاينت، ممكن يكون كان في مشكله في شكل اليو اي هنا انت ما كنتش عاملها من الاول. يعني اسباب كتير، فهو بالتالي صعب يخمن السبب بشكل دقيق 100%، فبالتالي بيكتب سبب من عنده. لكن السبب في بعض الاوقات بيكون كويس، في بعض الاوقات بحسه مش دقيق قوي، فممكن تستغنى عن السبب عامه لو انت حابب يعني، او تكتب انت السبب بنفسك. يعني اعتقد حاجه زي كده مش هتكون صعبه. لكن المهم ان هو بالفعل
بالفعل اداني كومنت مسج معبره. انا ممكن حرفيا امسح ده اساسا واكتفي بالتايتل، او امسح مثلا السبب واكتفي بس بالتفاصيل والتايتل. بالنسبه لي الشكل كده ممتاز، يعني انا بالنسبه لي كده هو ريحني من عمليه حرفيا انا شايفها عمليه متعبه قوي بالنسبه لي، بمجرد حرفيا ضغطه واحده في المكان ده. طبعا بقى تعالى نتكلم عن الاكستنشن دي اسمها ايه. الاكستنشن دي اسمها شات جي بي تي ايزي كود تقريبا، شات جي بي تي كده، بعد كده مسطره وداش، واكتب كلمه ايزي كود، المفروض هتظهر معانا يعني. ماشي اهي تالت واحده بالفعل موجوده، دي اسمها. لو ضغطت عليها كده ممكن تبتدي تعملها انستول. بس هنا في نقطه حابب انبه عليها، ان خلي بالك لو انت بدات تستخدمها فلازم تعمل ريجستر الاول وهو مش بيقول لك، فعشان كده اضغط على الثلاث نقط اللي هنا، هتلاقي بالفعل اسم الاكستنشن موجود في المكان ده لو انت لسه ما استخدمتهاش. طبعا عشان انا استخدمتها قبل كده فموجوده عندي في المنيو اللي هنا، لكن لو مش موجوده هنا هتلاقي موجوده في الثلاث نقط دول. فهتضغط عليها كده هتظهر لك القائمه دي. بمجرد ما تظهر هتلاقي بيقول لك المفروض ان انت تعمل لوجن اساسا، فهتقول تمام هعمل لوجن. بعد كده هتعمل ريجستر والدنيا هتشتغل معاك زي الفل حرفيا. في الفيرجن كنترول هتضغط على الكومنت مسج اللي هنا، هيبتدي هو يجنريت مسج معبره. طبعا على فكره وكل مره بيجنريت مسج مختلف، يعني مش بالضروره كل مره هيجنريت نفس المسج، لا. يعني مثلا دلوقتي انت لو المسج ما عجبتكش ممكن تمسحها وتعمل جنريت لمسج مختلفه. فالموضوع بسيط جدا، وعلى الاغلب من اول مره المسج بتكون صح 100%. يعني حتى الان قليل قوي لما انا اضطريت ان انا اخليه جنريت مسج مختلفه. ممكن زي ما قلت لك امسح شويه من الكومنت مسج اللي هو عمل لها جنريت، لكن غير كده لا، انا مش بكتب حاجه تقريبا من دماغي. بعد كده هو بيقدر فعلا يديتكت التغييرات اللي انا عملتها ويكتب ايه، ويكتب مسج معبره. فصراحه يعني اكستنشن انا ارشح 100% ان انت تبتدي وتستخدمها من دلوقتي. طبعا في نقطه مهمه جدا، ان انت قبل ما تعمل كومنت لازم التعديلات بتاعتك يكون معمول لها ستيج. يعني انت لو دارس جيت كويس فالمفروض مدرك لنقطه ان التعديلات قبل ما ابتدي واعمل لها كومنت المفروض ان انا بعمل لها ستيج الاول عشان اعمل لها كومنت. فهو طبعا بيكون مستني ان انت تعمل ستيج للتعديلات الاول، بعد كده يعمل جنريت هو للكومنت مسج. لكن لو انت ما عملتش ستيج، لو جيت ضغطت هنا هيقول لك ان انت لازم تعمل ستيج للتعديلات بتاعتك. فدي نقطه مهمه لازم تاخد بالك منها. المهم ان الاثنين اكستنشن دول صراحه ممتازين، فبالفعل هيخلوا الانتاجيه بتاعتك عاليه، هيوفروا عليك فلوس، وهيخلوا الدنيا في الشغل ممتازه. بس كده يكون الفيديو ده انتهى، واتمنى تكون استفدت، ومع السلامه.